الجزء الرابع من الباب الأول من كتاب لأ بطعم الفلامنكو لدكتور محمد طه. الاستقلال والاستغناء. في فرق كبير جدا بين إني أكون مستقل وإني أكون مستغني. مهم إنك تكون مستقل حاسس بوجودك وبقيمتك وبكيانك، بس ده مش معناه إن وجودك يبقى زي الزرعة الشيطاني اللي طالعة في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء. مش معناه إنك تستغني عن وجود الآخرين في حياتك. مهم إنك تحط لنفسك حدود وتحمي حدودك ضد أي أذى نفسي أو معنوي أو عاطفي أو بدني طبعا. لكن ده يختلف تماما عن إنك تعيش لوحدك في جزيرة منعزلة منفصلة تماما عما حولها. أنا بشجع الاستقلال النفسي والمادي والمعنوي، لكني أرفض تماما الاستغناء والإلغاء إلا في حالات نادرة جدا. الاستقلال هو إنك تحس بنفسك في شغلك وفي حياتك، لكن الاستغناء هو إن ده يخليك تنسى إنك متجوز ومسؤول عن علاقتك بمراتك فتبعد عنها وما تهتمش بيها وبعد شوية تخونها. الاستقلال هو إنه من حقك يكون ليك رأي مختلف عن رأي والدك ووالدتك وإنك تصر على رأيك وتنفذه لو حبيت، لكن الاستغناء هو إنك تعتبر وجودهم زي عدمه وتلغيهم من حساباتك إلى الأبد. الاستقلال هو إنك تشتغلي وتقبضي وتصرفي على نفسك ويبقى ليكي ميزانية منفصلة بيكي ودوائر خاصة في علاقاتك. إنما الاستغناء هو إنك تبدأي تحتقري جوزك وتستصغريه وتقللي من شأنه لغاية ما علاقتكم تفتر وتموت. في احتياجات نفسية جوانا نحو الآخرين، احتياجات من الناس، احتياجات من الأب والأم، احتياجات من الزوج والزوجة والأصحاب والجيران وزملاء العمل، في حتى احتياجات من المجتمع. ما ينفعش ندفن احتياجاتنا من اللي حوالينا ونعيش في فقاعة ملساء مغلقة، لأن الاحتياجات دي هتقب وهتطلع وهتدور على أي طريقة تعبر عن نفسها بيها ولو حتى سرقة. أيوة، المستغني يبحث بشكل واعي أو غير واعي عن بديل يسرق منه ما نقص من احتياجاته ويقوم بتلبيسه الدور المفقود في حياته. اللي بتستغني عن أبوها بتفضل تدور على أب في حضن أي راجل، واللي بيستغني عن مراته بيعيش تحت رحمة نظرة واحدة ولو من طفلة صغيرة، واللي بيستغني عن البشر وعن الناس بيستبدلهم أحيانا بالقطط والكلاب والعصافير. الاستغناء هو إلغاء تام لوجود الآخر، إنما الاستقلال لا ينفي وجود الآخر. الاستغناء عن حد مهم في حياتك معناه إنك فقدت فيه الأمل، إنك رميت طوبته، إنك أطلقت عليه الرصاصة الأخيرة القاتلة. أما الاستقلال عنه فمعناه إنه مازال موجود، في شد وجذب، في احتمال، في أمل، في محاولات دؤوبة رغم كل الصعوبات. الاستغناء هو حكم بالنفي والعزل والتخلي، إنما الاستقلال هو الإبقاء على الآخر حتى لو كانت هناك خصومة لبعض الوقت. الاستغناء ما فيهوش علاقة، لكن الاستقلال هو إحدى صور العلاقة. ينفع تستقل عن أبوك وأمك، لكن ما ينفعش تستغني عنهم. ما ينفعش تفقد فيهم الأمل مهما كان موقفك منهم. ينفع طبعا تستقلي عن جوزك، لكن في اللحظة اللي هتحسي فيها إنك مستغنية عنه يبقى تطلعي أحسن، بدل ما تظلميه وتظلمي نفسك وأولادك معاه بممارسة هذا الاستغناء بشكل يومي مؤلم لكل الأطراف. ينفع تستقل عن الناس، لكن ما ينفعش تستغني عن وجود ناس في حياتك، عن النظر في عيونهم، عن مبادلتهم بعض الكلام والحديث، عن الهزار والنكت والحب والكره والغضب والشكر والامتنان. الاستغناء هو الاختيار الأخير، والأخير فقط، عندما تفشل كل الحلول والمحاولات. في استقلال والاستغناء لكنها حادة كالسيف، احذرها جيدا لأنها تجرح من الناحيتين. ده أنا وأنا مش عار، عن فيلم The Greatest Showman. فينيوس كان طفل صغير مليان طموح ومليان تلقائية، وتلقائيته خلته يتجرأ في يوم من الأيام ويهزر مع بنت أحد كبار أعيان المدينة، بالرغم من إن والده كان بيشتغل خياط ترزي يعني. الراجل تجهم وكشر وانتفخت أوداجه وضرب الطفل فجأة بالقلم على وشه في رسالة نفسية كلها إهانة واحتقار. فينيوس ما تخلاش عن أحلامه وطموحاته، وعمل كل اللي يقدر عليه علشان يتجوز حبيبته بنت هذا الرجل وينجب منها طفلتين زي الملكة، ويعيشوا كلهم في بيت صغير على قد الحال في انتظار تحقيق الحلم القديم. فينيوس اشتغل شغلانات كتير ودخل مشاريع أكتر
وكلها أكتر، وكلها باءت بالفشل، لغاية ما جات له الفكرة السحرية بإلهام من إحدى بناته. فينيوس قرر يجمع كل حد مختلف، كل حد فيه حاجة غريبة حتى ولو كانت عاهة، وكون مجموعة صغيرة متفردة. قزم صغير يهوى لعب دور الجنرال المحارب، بنت صوتها جميل بس عندها شعر كثيف في وشها، أخ وأخته بيجيدوا ألعاب القفز في الهوا، راجل وزنه زيادة جدا، واحد تاني طويل قوي، وتالت جسمه مليان وشوم، وغيرهم. وعمل فينيوس بالمجموعة دي أول متحف حي في تاريخ البشرية، وبعد شوية سماه سيركس، السيرك. نجحت فكرته، والناس بقت بتيجي من كل حتة للسيرك علشان تتفرج على غرائب وعجائب البشر، ويشوفوا استعراضاتهم اللي مليانة جمال وإبداع. بس فينيوس مشبعش من الشهرة والفلوس، مشبعش من البيت الجديد والغرف، مشبعش من النجاح ومن تحقيق الأحلام، وقرر يبدأ فصل جديد من الوصول مع مغنية الأوبرا ذات الصوت الساحر جيني لين، وسافر وبعد عن السيرك وعن أفراده اللي جمعهم وحبوه وتعلقوا بيه. ليند خلته يلف بلاد كتير بنجاحات أكتر، وجابت له العالم على حد تعبيرها تحت رجليه، لغاية ما نسي نفسه ونسي بيته وبناته وسيركه. وعند اللحظة اللي جيني حاولت تقرب منه فيها أكتر، افتكر كل اللي نسيه، بس بعد فوات الأوان. جيني استقالت من الشغل معاه لأنها اكتشفت إنه مش بيحبها، وإنها كانت بالنسبة لي مجرد لعبة باهرة زي ألعاب السيرك الخادعة. ومراته سابته لأنها كمان حست إنه مش بيحبها، وإنه مش ناوي يبطل يثبت لنفسه ولأبوها إنه أحسن منه. والسيرك كمان اتحرق واتحطم من أهل البلد اللي نبذوا أفراده علشان مختلفين عنهم. فينيوس خسر كل حاجة حتى نفسه. وهنا، ورغم إن فينيوس اتخلى عن فريق السيرك، لكن الفريق ده ما تخلاش عنه، ورجع له ووقف جنبه علشان يفوقه ويصحح مساره ويرجعه لنفسه ولبيته وبناته وسيركه من جديد، بعد ما أعاد ترتيب أولوياته في الحياة في نهاية جميلة تليق بهذه القصة الحقيقية. This is me. من طفولته فينيوس كانت بتوصله رسائل مستمرة تزرع جواه إحساس قوي بالعار، من أول الفرق الواضح في مستوى عيلته الاجتماعي ووظيفة والده البسيطة، لغاية ألم السيد هولت على وشه اللي أكد له الإحساس ده وخلاه جزء لا يتجزأ من تكوينه. الضرب على الوجه هو أحد أبشع أشكال الإهانة، فالوجه هو رمز التفرد والاختلاف، هو علامة الحضور والوجود، وإهانته هي سحق لكل ذلك. ممكن الطفل ينسى كل أنواع وألوان أذى النفسي اللي تعرض له وهو صغير، إلا الضرب على الوجه بيسيب جرح نفسي غائر يصعب جدا وقد يستحيل التئامه. فينيوس بقرار جزء منه واعي وجزء أكبر غير واعي جمع الناس اللي زيه، الناس اللي من بره بيبدوا مختلفين لكنهم من جواهم بيصارعوا إحساس داخلي عميق بالخزي والعار، لدرجة إن بعضهم كان عايش حياته هربان من عيون الناس اللي مليانة سخرية وإهانة. كانوا مخبيين نفسهم، مخبيين حقيقتهم، أو مخبيين أجزاء منها. إيه؟ أنت قلت إيه؟ مخبيين أجزاء من نفسهم؟ ليه؟ إحساس داخلي بالعار؟ ده الكلام ده شبهي، ده فكرني بنفسي، فكرني باللي مخبيه من نفسي، فكرني بلحظات السكوت والنظر في الأرض، بإحساسي بالإحراج وأحيانا الخزي ويمكن العار في بعض المواقف أو مع بعض الناس. فكرني باللي اترفض فيا من اللي حواليا زمان أو دلوقت، بالتردد في إني أكون نفسي وإني أبقى على حقيقتي، بالخوف من الحكم أو الشرط أو الرفض، بالرعب من الإهانة أو السخرية أو العقاب، أو ربما الفراق. المجموعة اللي جمعها فينيوس كان فيهم اختلافات جسمانية عن باقي الناس، علشان كده كانوا منبوذين ومستهجنين. المشكلة بقى في اللي بيكون عنده اختلافات نفسية عن اللي حواليه، ومش المقصود هنا إنه مريض نفسي، لأ، ده إنسان عادي جدا بس مختلف. واحد بيقول لأ في مكان معظم الناس فيه بتقول آه، طفل بيرفض تشويه فطرته، بنت بتعترض على القهر والتحكم والسيطرة. فنسمي الأول متمرد والتاني عنيد والتالتة ناشز، ونزرع فيهم كلهم الإحساس بالعار لغاية ما يصدقوا ويحسوا بيه فعلا، خوفا من مجرد الاختلاف وسط ناس لا تقبل أو بالأحرى لا تعترف أصلا بأي اختلاف. عالم النفس الكبير إريك إريكسون بيقسم حياة الإنسان إلى 8 مراحل، كل مرحلة منهم بيكون فيها صراع داخلي مختلف،
وبيكون مطلوب بشكل أو بآخر حل هذا الصراع والوصول إلى معنى نفسي معين وقيمة حياتية مهمة، ثم الانتقال إلى المرحلة اللي بعدها. المرحلة الأولى عنوانها Trust vs Mistrust، الثقة في مقابل عدم الثقة، وبتبدأ منذ الولادة لغاية 1.5 سنة من العمر. في المرحلة دي الطفل بيختبر العالم من خلال أمه، وبيكون عن الحياة فكرة مبدئية أساسية احتمال يكمل بيها عمره كله. بيكون مطلوب من الأم في المرحلة دي، مرحلة الرضاعة، إنها توصل للطفل رسالة نفسية بسيطة جدا بس هتفرق معاه طول حياته. الرسالة دي مفادها أنا متاحة وقت ما تحتاجني. يعني لما الطفل يكون محتاج يرضع مثلا، يلاقي أمه متاحة معظم الوقت، مش لازم طول الوقت. لما يكون محتاج حضنها يلاقيه. لما يكون محتاج ينام بين إيديها تعمل ده. لما يكون محتاج إنها تحس بيه ومتفاعلة معاه. لو ده وصل هتبقى دي رسالة طمأنينة من كل العالم ممثل في شخص الأم للطفل ده، بتقوله العالم مكان آمن، تقدر تثق في الناس بدرجة جيدة، تقدر تعتمد على أهلك وأصحابك وحبايبك، تقدر تحس بالأمان، تقدر تتفائل لأنك لما تحتاج هتلاقي. إنما لو كانت الأم مهملة، مشغولة عن ابنها كتير، غير مهتمة، غير متاحة، أو قاسية، مؤذية، مضطربة، فده هيوصل الرسالة العكسية عن العالم والناس تماما، واللي تقول للطفل العالم مش مكان آمن، ما تثقش في حد، دي أمك نفسها ما كانتش قد ثقتك، ما ينفعش تعتمد على حد، كلهم هيخونوك، اوعى تطمن، اوعى تحس بالأمان، الدنيا سواد وظلم وتشاؤم. المرحلة التانية ودي اللي تهمنا هنا بتكون ما بين 1.5 سنة إلى 3 سنوات من عمرنا. عنوانها Autonomy vs Shame، الاستقلالية في مقابل الشعور بالعار. الاستقلالية في مقابل الشعور بالعار. في المرحلة دي بيحاول الطفل إنه يثبت وجوده، يعتمد على نفسه، يقول لأ، يستقل بذاته. تلاقيه لما حد يحاول يساعده في حاجة يقوله لأ سيبني أنا هعملها. لو حد حاول يسنده وهو بيقع على الأرض يبعد إيده ويقف لوحده. يبدأ يفك الحاجات ويركبها، يلبس نفسه الهدوم ويقلعها، وهكذا. في المرحلة دي كمان بيتعلم الطفل التحكم في جسمه وأعصابه وعضلاته، اللي منها عضلات الإخراج، التبول والتبرز، وتعامل الآباء والأمهات مع أطفالهم في التوقيت ده بيكون مهم ومؤثر للغاية، لأنه إما بيساعدهم على الإحساس بالاستقلالية والثقة والقدرة على التحكم الذاتي، وإما على الإحساس بالتردد والخزي والعار. يعني لو كان الأب والأم متسامحين وصبورين وسامحين لأولادهم بمساحة من التجربة والخطأ في الإخراج وغيره، فده هيربي في الأولاد شعور بالتلقائية والقوة والاعتماد على النفس. أما لو كانوا واقفين لأولادهم على الوحدة وبيشككوهم في نفسهم ومش بيسامحوهم على أخطائهم، وأحيانا بيعايروهم على المرات اللي ما قدروش يمسكوا نفسهم فيها، وأحيانا أخرى يهددوهم باللسع والقرص والضرب والحبس، فده هيزرع في الأولاد الشك والتردد والخوف والاعتمادية، ويخليهم هم كمان ما يسامحوش نفسهم، ولا يفرقهم الإحساس بالدونية والخزي والعار. أنا شفت بنات وأولاد وصل لهم من اللي حواليهم إن وجودهم خزي، وإن كيانهم عار، صوتهم عار، أو جسمهم عار، أو أنوثتهم عار، أو طيبتهم عار، أو تلقائيتهم عار، وإنهم مضطرين للاعتذار يوميا عن مجرد وجودهم في هذه الحياة. اللي عمله فينيس بارنوم هو إنه جمع كل المختلفين، المختبئين، المترددين، الخائفين، وقرر إنه يظهرهم ويحررهم ويتحدى بيهم الناس دون خجل، دون كسوف، دون خزي، دون أي إحساس بالعار. هو أنت تقدر تعمل كده؟ تقدر تحيي ما دفنته من نفسك دون خوف؟ تقدري تحرري ما سجنتيه من نفسك دون أي إحساس بالعار؟ تقدروا تتحدوا كل رافض لوجودكم ولحقيقتكم ولاختلافكم؟ ده اللي عمله كل واحد في مجموعة بارنوم بشجاعة وكبرياء، وده اللي بتعبر عنه كلمات أغنيتهم الجميلة اللي صرخوا بيها في كل مكان لما بارنوم نفسه حاول يخبيهم من ضيوفه في إحدى الحفلات. قالوها بأعلى صوتهم: This is me، هذا أنا. ما همهمش هذا ما وجدنا عليه آباءنا، ما خافوش من الاستغراب والاستهجان والرفض. هم مش بس قرروا يكونوا نفسهم، دول قرروا يعلنوا عن نفسهم ويثبتوا وجودهم ويوقعوا بالحضور في دفتر غياب الحياة. في الكتابين اللي فاتوا، الخروج عن النص وعلاقات خطرة، كنت بقول لك كن نفسك، حسي بوجودك، خليكوا حقيقيين. دلوقت
آن أوان الخطوة الجديدة. وبقولك هنا ودلوقت، من حقك تعلن عن وجودك الجديد. من حقك ما تحسش بالخجل من نفسك، ما تحسش بالدونية، ما تحسش بالخزي، ما تحسش بالعار. ردد معايا كلمات أغنية This is me بكل ما أوتيت من طاقة وصوت وحركة داخلية. I'm not a stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I have learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. لست غريبا على الظلام. يقولون لي اختبئ، لأننا لا نريد أجزاءك المكسورة. لقد تعلمت أن أشعر بالعار من كل ندوبي. يقولون لي اهرب، فلن يحبك أحد كما أنت. But I won't let them break me down to dust. I know that there is a place for us, for we are glorious. لن أسمح لهم بسحقي حتى أصير ترابا، فأنا أعلم. أسمح لهم بسحقي حتى أصير ترابا، فأنا أعلم أن هناك مكانا لنا لأننا رائعون. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send the flood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come, and I'm marching onto the beat I drum. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. لو أرادت أشد الكلمات تمزيقي، فسوف أرسل عليها فيضانا يغرقها. أنا شجاع، أنا مليء بالكدمات، أنا كما مقدر لي أن أكون. هذا أنا. انتبهوا، لأنني ها قد أتيت، وأنا أسير على إيقاعي الخاص. أنا لست خائفا أن تروني. أنا لن أعتذر عن وجودي. هذا أنا. Another round of bullets hits my skin. Well, fire away, 'cause today I won't let the shame sink in. We are bursting through the barricades and reaching for the sun. We are warriors. Yeah, that's what we have become. Yeah, that's what we have become. جولة أخرى من الصدمات تصيبني. حسناً، توجهوا بعيداً، لأنني اليوم لن أسمح للعار بأن يتملكني. سأخترق كل الموانع حتى أصل إلى الشمس ذاتها، فنحن مكافحون، وهذا ما أصبحنا عليه. I won't let them break me down to dust. I know that there is a place for us, for we are glorious. لن أسمح لهم بسحقي حتى أصير ترابا، فأنا أعلم أن هناك مكانا لنا لأننا رائعون. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send a flood, gonna drown them out. I'm brave, I'm bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. لو أرادت أشد الكلمات تمزيقي، فسوف أرسل عليها فيضانا يغرقها. أنا شجاع، أنا مليء بالكدمات، أنا كما مقدر لي أن أكون. هذا أنا. انتبهوا، لأنني ها قد أتيت، وأنا أسير على إيقاعي الخاص. أنا لست خائفا أن تروني. أنا لن أعتذر عن وجودي. هذا أنا. This is me, and I know that I deserve your love, 'cause there is nothing I'm not worthy of. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send a flood, gonna drown them out. This is brave, this is bruised, this is who I'm meant to be, this is me. وأعلم أنني أستحق حبكم، لأنه لا يوجد شيء أنا لا أستحقه. لو أرادت أشد الكلمات تمزيقي، فسوف أرسل عليها فيضانا يغرقها. هذه شجاعتي، هذه كدماتي. أنا كما هو مقدر لي أن أكون. هذا أنا. Look out, 'cause here I come, and I'm marching onto the beat I drum. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. انتبهوا، لأنني ها قد أتيت، وأنا أسير على إيقاعي الخاص. أنا لست خائفا أن تروني. أنا لن أعتذر عن وجودي. هذا أنا. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send a flood, gonna drown them out. This is me. لو أرادت أشد الكلمات تمزيقي، فسوف أرسل عليها فيضانا يغرقها. هذا أنا. بص بقى، من اليوم والساعة واللحظة اوعى تتكسف من نفسك.
اوعي تعتذري عن وجودك، دي حياتك وتجربتك وكدماتك وجروحك، ده شرف واعتزاز وفخر. أخيرا اكتب معاك الكلمتين دول، احفظهم، علقهم في اوضتك، حطهم في شنطتك، على تليفونك، في كتابك، في جيبك، وقولهم بكل ما فيك. ده